مش ممكن يا يونس، مش ممكن. كل لاعب اتكلم على نفسه، كل لاعب عطاه من روحه ونفسه. برافو برافو برافو، كسبناه واكتسبناه. بينما كرة عراقية تلعب للزعامة، خطيرة. جول جول للزعامة يا يونس، الصدارة يا محمود. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. خطف الخروج من الحارس ياسر. العراق ما كانتش هتلعب نهائي كاس اسيا 2007. السبب في ده كان طفل اسمه حيدر. العراق في كاس اسيا 2007 بتقع في المجموعه الاولى مع منتخبات تايلاند واستراليا وسلطنه عمان. العراق بتتعادل اول ماتش قدام تايلاند 1-1 مستضيف البطوله. في الماتش الثاني وكل التوقعات راح المرشح الاول انه يكسب البطوله وقتها اللي جه من قاره اوقيانوسيا عشان يلعب في قاره اسيا هو المنتخب الاسترالي. العراق بتعمل مباراه تاريخيه ومباراه اسطوريه وبتكسب استراليا 3-1 عشان تحقق المفاجاه وتدخل ماتش سلطنه عمان. بتتعادل وقتها العراق مع منتخب عمان 0-0 عشان تصعد العراق كمان كمركز اول في المجموعه الاولى وتلعب في دور الثمانيه مع احد مستضيفي البطوله برضو منتخب فيتنام اللي بتكسبه العراق بكل سهوله 2-0. بتوصل العراق دور الاربعه قدام كوريا الجنوبيه، ماتش بتمشي العراق زي ما هي عايزه، بتقدر بكل تنظيم دفاعي تقدر العراق انها تتعادل مع كوريا الجنوبيه خلال 120 دقيقه عشان يروحوا لضربات الجزاء. وفي ضربات الجزاء بتكسب العراق بقياده الحارس الاسطوري العراقي وقتها نور صبري، بتكسب العراق في ضربات الجزاء 4-2. طيب ايه سبب ان بعد ماتش كوريا الجنوبيه العراق او لعيبه المنتخب العراقي كانت مش عايزه تلعب النهائي؟ السبب ان كان في طفل عراقي اسمه حيدر. الطفل ده كان متعلق جدا بمنتخب العراق وكان نفسه يشوف منتخب بلده بيحقق بطوله كاس اسيا، فكان في كل ماتش بينزل يحتفل مع الشعب العراقي. كان بيبقى فرحته باينه جدا لدرجه ان فرحته دي كانت بتوصل للعيب، وان ازاي الطفل ده كان مبسوط ان منتخب بلاده خلاص ناقص له خطوه على انه يحقق الحلم اللي بيتمناه الشعب العراقي من زمان، وهو تحقيق بطوله كاس اسيا لاول مره في التاريخ، واللي العراق بتوصل لنهائي كاس اسيا لاول مره في تاريخها. بس للاسف بعد مباراه كوريا الجنوبيه طبعا العراق كانت محتله من امريكا، فبعد ماتش كوريا الجنوبيه وبسبب التجمعات اللي كانت حاصله من الشعب العراقي وقتها عشان يشوفوا الماتش ويشوفوا منتخب بلدهم عشان يوصل لنهائي كاس اسيا، للاسف استشهد الطفل حيدر هو و49 شخص اخر. وفي هذا القصف استشهد فيه 50 شخص عراقي كان من بينهم الطفل حيدر، وكان فيه 150 مصاب. عشان كده لعيبه المنتخب العراقي كانت مش عايزه تلعب ماتش النهائي لان هي كانت خايفه من اي تجمعات هتحصل من الشعب العراقي وقتها يحصل اي قصف يؤدي لوجود ضحايا جداد. ام الطفل حيدر بعتت لهم فيديو وهم شافوا الفيديو فتحوا الفيديو وقالت في الفيديو ده انا مش هدفن ابني الا لما تحققوا كاس اسيا. وده اللي خلى لعيبه العراق تجتمع كلها على هدف واحد ان احنا هنلعب نهائي كاس اسيا.